عليكم. ازيكم يا اخواتي؟ انا دلوقتي هعمل نص كيلو لوبيا اهم. هنسلقهم، هنعمل فيهم ايه الاول؟ هروح سلقهم اهو وارجع لكم تاني. ادي سلقنا اهي اللوبيا وحطيناها في مصفى اهي. بس في ناس بتاخدها تنقعها. انت لو عايزه تنقعيها من بالليل وتقوم الصبح تسويها، بس تعمليها تحطيها في الحله تسويها حبه صغيره كده، وبعد كده تحطيها في القوطه عادي عادي مفيش حاجه يعني. ادي اهي اللوبيا اتسلقت. قطعتها وقطعت فلفل وبحمرها اهي في الزيت اهي. هتقعدي تحمري فيها، بعد ما تتحمر هتحطي فوقها القوطه. عملت الفرخه اهي، الفرخه اهي عملتها سلقتها المره دي بقى، ما عملتهاش، ما تبلتهاش المره دي، سلقتها. حطيت اهو الميه بعد وطماطمايه وبصل. والميه غليت حطيت الفرخه. الناس اللي هي ما بتعرفش تطبخ دي الفرخه. ودلوقتي ايه لما تتحمر البصله بالفلفل اهي، هنحط ايه مرقه دجاج معاها دقيقه واحده. هتقومي فكاها كده اهو قبل ما تحطي القوطه اهي. مرقه الدجاج هتاخديها برضو اهي في قلب القوطه كده اهو مع الزيت، ولما تتحمر نرجع لكم بقى. اتحمرت اهي البصل بالفلفل اهي، وهنحط دلوقتي القوطه اهي. هنحط القوطه اهي. اللهم صل على النبي، الله اكبر اهو. حطينا القوطه اهي، اللهم صل على حضره النبي محمد. وبعد كده تحطي ملح وتحطي فلفل وكمون وبهارات، وتحطي بقى التوابل بتاعتك. وبعد كده نحط ايه؟ نحط الايه؟ اللوبيا. وبعد شويه نرجع لكم تاني. بعد اهي اتسبكت وحطينا عليها الملح والفلفل والكمون، نحط عليها ايه؟ اهي نحط اللوبيا اهيت عليها اهي، ونسيبها شويه بالقوطه. هنقلبها كده اهي ونسيبها شويه في القوطه. ولو عايزه شوربه نحط لها شوربه، ما تحطيش بقى ميه لانك انت مش عاملاها قرداحي. وبعد كده ايه لو عايزه الشوربه حط لها شوربه. هنحط لها حبه شوربه. اللهم صل على حضره النبي محمد اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي. نروح جايبين الشوربه كده، هنحط معلقتين شوربه ولا حاجه اهي. اللهم صل على النبي اهي. ونحطها ايه تغلي شويه، وبعد في قلب القوطه عشان تاخد ايه، تاخد من القوطه. نسيبها تغلي شويه عشان تاخد من القوطه، وبعد كده نطفي عليها. يبقى كده احنا عملنا الفرخه اهي، وعملنا ايه، وعملنا اللوبيا اهي. بعد كده هنعمل الرز ابو شعريه. طبعا الرز ابو شعريه انا وصفته قبل كده وقلت لكم عليه قبل كده، بس هعمله وارجع لكم تاني. دلوقتي اهو رجعنا لكم تاني. عملنا اهو لوبيا مصريه اهي زي العسل اهي. وعملنا رز بالشعريه، وعملنا اهي الفراخ، وعملنا اهي الفراخ اهي حمرناها في الفرن، واكل مصري زي العسل. وربنا يا رب يكرمه ويسعده يا رب. اللي يعمل لي كومنتات واللي يعمل لي لايكات يسعده يا رب ويكرمه. واللي عمل لي يا رب ربنا يسعده ويكرمه. ويا رب ادعوا لي كده ازور بيت الله يا رب السنه دي يا رب. احج يا رب ولا اعمل عمره يا رب. ادعوا لي احج ولا اعمل عمره يا رب السنه دي. والف بالهنا والشفا على بدنك يا ابو حازم. والاء انت اللي عملت الاكل يا الاء؟ هي عادي تاتي انا. وانت اللي عملت الاكل ولا عملتوهوش؟ الاء هي اللي عملت الاكل الحلو اللذيذ ده، اكل زي العسل اهو. يلا دعموني بقى بلايكات وكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله.